تعال افكرك في 14 نوفمبر 2009 ايه اللي حصل. وقتها كان الشعب المصري كله قاعد في البيوت قدام التلفزيونات، وكان في جزء كبير منهم في استاد القاهرة قاعدين مستنيين اهم ماتش اللي كان للحقبة التاريخية ديت وللجيل ده، وهو كان مباراة الجزائر، مباراة العودة اللي كانت اخر مباراة في المجموعة في تصفيات كاس عالم 2010. وقتها كان بيقولك ان احنا محتاجين نسجل هدفين عشان نصعد، او بمعنى اصح هدفين قبل ما نعرف القواعد الجديدة، لان احنا وقتها كنا كاسبينهم هناك 3-1، فكنا معتقدين ان هدفين يصعدونا. بس طبعا بعد كده قالوا لا، انت محتاجين 3 اهداف. المهم لعبنا وقتها، وفعلا في الدقيقة الثالثة تقريبا عمرو زكي احرز الهدف الاول، وكلنا قلنا احنا يلا بينا وهنجيب هدف تاني وهنجيب هدف تالت وهنصعد. لحد اللي حصل كالاتي، ان احنا فضلنا طول الماتش سجال ما بين هنا وبين هنا، المنتخب الجزائري برضو بدأ يضغط، عصام الحضري شال، لحد ما جات في اخر دقيقة، الدقيقة تقريبا 94، واحرز عماد متعب الهدف الثاني عشان تحصل فرحة عارمة في مصر كلها وفي الاستاد، والدنيا تتقلب ونكسب منتخب الجزائر ونصعد للقاء فاصل في ام درمان. وهنتكلم على ماتش ام درمان ان شاء الله لما يجي التاريخ بتاعه. نتقابل بكرة ان شاء الله، وتعالى افكرك.